القصة ديال اليوم أكبر دليل على المقولة ديال لا شيء مستحيل ونخلق الشيء من لا شيء. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على شخصية وازنة وبصمة الاسم ديالها في تاريخ الحفلات المغربية، رحال السلامي. تولد رحال في الأربعينيات من القرن الماضي في مدينة مراكش. ملي كان صغير عائلته كانت كتعيش فقر أو نقدروا نقولوا مسطورة، حيتاش ملي خلق لقى راسو يتيم الأب. عاش مع الام ديالو وخوتو واحد المرحله في مراكش، كان كيخدم فيها وهو صغير حيتاش عمره ما دخل المدرسه. ملي غادي يعمل 14 سنه غادي ينتقل لمدينه الدار البيضاء، وهنا كانت البدايه ديال المشوار ديالو. بدا اول مره بالخدمه في واحد الفران تقليدي في المدينه القديمه، وكان كيفرق الحلوى على البقاله وكيبيعها حدا ابواب قاعات السينما وابواب الملاعب لمده 10 سنوات. في بدايه الستينات رحال غادي يلاحظ ان اغلب المطاعم والمقاهي كيقدموا الحريره والبيصره فقط. هنا غادي يدخل فكره جديده، يكون اول واحد اللي كيبيع الساندويش بالفريت نهار السبت في ملاعب كره القدم في الدار البيضاء. وهذه كانت بدايه انتشار هذه الفكره في المغرب. وفي بقيه الاسبوع كان كيزاول تجاره متنوعه وموسميه، بحال البيع ديال التبن والجلبانه والقرون ديال الاضحيه في العيد، كيجمعها وكيبيعها للناس اللي كيصنعوا بها المشاطي. وكان كيجمع حتى جلود ديال الاضاحي في العيد باش يصنع منهم البنادر والطبوله ويبيعهم في عاشوراء. وحتى هذه المره كان اول واحد كيروج للتجاره الموسميه. رحال السلامي ما كانش كيضيع الوقت، كان دائما مبدع في الافكار وكيخلق الحاجه من والو. فكر انه يبدا يبيع الساندويش وعليه ملصق باسمه رحال، وبقوه العزيمه والصبر اللي عنده غادي يقدر رحال انه يفتح محل ديال ساندويتشات باسمه، ومن محل ثاني وثالث. وبدا هنا كيتعرف بالجوده وحسن التعامل، وبقى في هذا الدومين لمده 19 سنه. في هذه الفتره رحال غادي يتعجب بحليمه مرجان اللي كان كيشوفها في مقر حزب الاستقلال ملي كان كيمشي يبيع ساندويشات تما، وغادي يمشي يخطبها من عند باها مباشره. وبحكم انها من عائله ميسورة نوعا ما، زائد أنها معلمة وسيدة مثقفة وهي المؤطرة للقطاع النسائي لحزب الاستقلال. الوالد ديالها كان فقيه وعلامة بمسجد ولد حمراء بمدينة الدار البيضاء. غادي يرفض باها هذا الزواج، ولكن من بعد تفكير طويل وأخذ ورد غادي يوافق عليه باها. ملي غادي يسولو واش قادر تضمن البنت يعيش كريم، رد رحال إذا شاء الله وأراد. رحال كان كيشوف نفس الطموح اللي فيه في سيدة مناضلة باقي في عمرها 18 سنة. من بعد الزواج ديالهم غتنازل حليمة على الأشكال النضالية ديالها وعلى العمل ديالها كمعلمة، وغادي تتجه لتكملة المسيرة مع الزوج ديالها في نفس الدومين ديالو. من بعد ما بدا كيتعرف رحال عند الناس كاملين اللي في السوق والملاعب والسينما وفي أماكن عدة من الدار البيضاء، فكر أنه يزيد يطور من الأعمال ديالو. وهنا غادي تجي الضربة الكبيرة، جاتو فكرة تموين الحفلات والأعراس، وغيكون هنا رحال أول واحد جاب الفكرة ديال قاعة الافراح في المغرب، وهذا الشيء سنه 1969. واللي زاد نجح هذه الخطوه الكبيره هي الزوجه ديالو حليمه مرجان، اللي كانت كتعرف الطيب ومزيان وعندها قدره على الابتكار في المأكولات ومزج الخلطات والبهارات. هذا الشيء غادي يزيد يطور هذا المشروع اللي عطاه السلامي اسم رحال. بدا المشروع كيتعرف بين الناس في وسط الدار البيضاء، ولا رحال اسم كيتطلب لتنظيم الحفلات من طرف جميع الفئات الاجتماعيه ومن العائلات الغنيه اللي بداو كيتباهاو حدا بعضياتهم انهم جابوا رحال باش ينظم لهم الحفلات ديالهم. وهذا الشيء ما منعش ان رحال السلامي كان كيخدم حتى ابسط العائلات، واللي ما عندوش كان كيعاونو حتى تعرف بابو الفقراء. الممول رحال الشهره ديالو في هذا الوقت غادي توصلنا القصر الملكي، وغادي يطلبوا الملك الراحل الحسن الثاني انه يقدم له عده مأدوبات. ومن ذاك الوقت وشركه رحال هي الطريطور الخاص بالقصر الملكي، وباقي الى يومنا هذا. السلامي كان عنده واحد الحلم، وبحكم انه كيسكن في المدينه القديمه ديال الدار البيضاء عمره ما خرج منها، وكان كيحلم يشري واخا غير جزء من دار الباشا اللي كانت تما في الحي، واللي كانت ديال باشا الدار البيضاء سابقا. وبحكم التقدم المادي الواضح اللي رزقه الله قدر انه يشري الدار كامله بما فيها في ملكه، وغتولي هي الدار اللي كتجمع العائله في ديك الوقت. ومعظم الذكريات الجميله ديالو مع ولادو كانت تما. رحال السلامي كان انسان خدوم وراسو صغير، كيعرف يتعامل مع الناس اللي كيخدموا معاه واللي كيتلقاهم في حياته اليوميه والعمليه عامه. واحد النهار سمع واحد المجموعه ديال الدراري صغارين كيقولوا عاونوا الفريق. غادي يفكر انه ياسس لهم في الحي نادي رحال لكرة القدم، اللي بدات كتدخل له فيما بعد مدخول كبير لأن الفريق كان متقدم وربح في عدة مباريات رياضية. هذه المدرسة بقى إلى يومنا هذا، بالإضافة لمسابقات الجري اللي كتنظم في المغرب حاليا. سر قوة رحال والنجاح ديالو هو العزيمة والصبر والجودة. هادشي غادي يحول الشركة ديالو لأكبر شركة تموين حفلات في المغرب العربي، والصدى ديالها وصل لأبعد من ذلك. الشهرة ديالو والجودة والدقة في العمل وصلت بلاطات وقصور الرؤساء والأمراء في العالم. وهذا النجاح الباهر جعلو يتوشح بالوسام الملكي من عند الملك الراحل الحسن الثاني.
ومن هذه غادي تظهر مدرسة لتعليم تقاليد تموين الحفلات، غادي يتخرجوا منها أشهر الطباخين على يده وصناع الحلويات والممونين في المغرب. وحتى الأولاد ديالو الذكور ب5 كانوا تلاميذ الأب ديالهم، وفي نفس الوقت قراو وتخصصوا في نفس الدومين ديال الوالد ديالهم. في 1 يونيو 2003 غادي توفى رحال السلامي، وغادي يخلف موراه المقولة الشهيرة ديالو: أنا إمبراطور الحفلات فلتقرأوا على روحي السلام. وباش يبقى اسم رحال عالي والمجهود اللي ضرب في حياته كاملة ما يمشيش هباء منثورا، جمعت الزوجة ديالو حليمة ولادو باش يعرفوا أن هذا النجاح باش يبقى خصو الاستمرارية والجدية في العمل، وبحكم أنهم خداو حرفة ديال الأب ديالهم كملوا ولادو المشوار بكل احترافية، وقدروا يبصموا حتى هما الاسم ديالهم بكل إصرار وثقة وعزيمة على التقدم. وكان آخر أولاده في الذكور كمال السلامي رئيس الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، اللي تم التتويج ديالو مؤخرا بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للصناعة الغذائية سيال في العاصمة الفرنسية باريس كأول طباخ إفريقي عربي مسلم، وهذا التتويج كيتعتبر الأول من نوع ديالو في العالم العربي، وهنا خدا اللقب ديال رئيس الطباخين في العالم العربي وإفريقيا، وبالإضافة إلى أنه كيمثل المغرب في المنظمة الدولية لصناع الخبز والحلويات في العالم. في 2018 غادي توفى حليمة مرجان اللي باقي الأبناء ديالها متأثرين من الفقدان ديالها إلى يومنا هذا، وغادي تلتحق إلى دار البقاء مع رحال السلامي الرجل العصامي اللي ما كيعرفش شنو هو الفشل. هذا الراجل اللي عاش بعزة نفس وقلب طيب وخلى الصورة ديالو طيبة بين الناس وخاصة الفقراء اللي كان كيتخشى بيناتهم، إما باش يساعد أو باش يتحكم مع المجتمع ويعرف الهموم ديالهم، لدرجة كان كيختار أنه يركب في التاكسي وما يركبش في السيارة ديالو باش يبقى قريب منهم. الطيبة والمحبة ديال الناس ما غيستفدش منها فقط ولادو، وإنما غيتأثروا بها حتى الحفادة ديالو، منهم اليوتيوبرز طه اللي قدر ياخذ ولو شوية من الجد ديالو في المحبة طبعا ديال الناس والشعبية اللي قدر أنه ياخذها منهم. وهذه كانت قصص إمبراطور الحفلات رحال السلامي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليه باللايك والاشتراك في القناة باش نزيدوا القدام، ونتلاقاكم إن شاء الله في فيديو جديد وشخصية جديدة. إلى اللقاء. لا حليمة، شنو كانت الأكلة المفضلة عندك ديالها ملي كتحطها من يديها عندك هو النهار الكبير؟ كل شيء لا هو شي حاجة دابا المحمر. المحمر اللي امبرسيونون. ما عمرك كليتي شي محمر بحال ديال لا حليمة؟